السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أحمد شرغوش. أحمد شرغوش لتعليم وأساسيات ومهارات الصيد. أهلا وسهلا بيكم. كلنا بنطلع تصقيط، وكتير مننا دلوقتي بقى بيجرب الجر الخفيف. هقولك على فكرة النهاردة هتفرق معاك كتير. ممكن ما يقولها لكش ريس المركب اللي معاك وانت راكب معاه، ما خدش باله، ما قالكش عليها، ايا كان انه ما قالكش عليها، انا هقولها لك. كلنا لما بنطلع تصقيط بنبقى حاطين البريد هنا، وبنفتح كده ننزل على الارض ونقفل المقب وناخد البوش ونستنى خبطة السمكة. وانا نازل باللور هفتح المقب. طب انت هتسيب، عارف قوة الدفة اللي معاك قد ايه، سواء نازل بلور غاطس قوي او لور نازل غاطس خفيف. طيب، وحتى لو عارف السحب اللي هيبقى وانت عامل كده عمال تسحب من المكنه، هتظبط دراجك ازاي ان اول سمكه تيجي تخبطك حتى لو كان وزنها خفيف انها تعلم في صوت الجرس وتسمعه؟ ما هو ده محتاج ظبط. هي دي الفكره اللي انا هقول لك عليها. ما تفتحش مقب، انت هتاخد البريد بتاعك عادي ورابط لورك وتفتح النجمه بتاعتك. يعني انا هسيب من المقب وهو مقفول عادي. ليه؟ لان انا بعد ما اصل للهدف المطلوب نزوله هبدأ اقفل الدراج بتاعي لحد ما اللور ما يسحبش. كده ابسط وزن هيجي فوق اللور حتى لو كانت كيسة في المية هتسمع معايا في الدراج. كده ظبطت دراجك بمنتهى السهولة. انما انت لو كنت فاتح المقب وهتقفله هتبدأ تظبط دراجك ازاي؟ هتنزل قد ايه في المية؟ نزولك المية بيبدأ من 60-70، ما تزودش عن كده عشان فرصة القطع هتبقى سهلة، وعشان لو مركب عدت كمان انت كده كده 60-70 بعدينك على الرفاص، عشان تعرف لما تتضرب بسمكة تلمهم بسهولة. اتمنى الفكرة تكون وصلت لكم، وقابلكم في فيديو تاني ان شاء الله. احمد شرغوش، بياع الطيب. جزئية بسيطة قبل ما اقفل معاكم الفيديو. لو انت شعرك جنجاه، البريد بتاعك جنجاه، هتنزل الوان هتبقى سهلة معاك ان انت تعد الالوان. طيب لو انا مكانتي كان البريد بتاعها لون واحد، بسيطة خالص. مكانتك واخدة قد ايه بريد؟ انت حاطط 200 متر، خلاص قبل ما تيجي نص الحلة اقفل دراجك. هي نسبة وتناسب مش بالسنتي، يعني 60 متر زي 70 متر زي 80 متر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.